السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أعزائي مشاهدي تيكي تاكا في حلقة جديدة من برنامجكم تيكي تاكا. بنعتذر لكم جامد جدا عن عدم ظهورنا الفترة اللي فاتت بس لسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادتنا. إن شاء الله نبقى معاكم بعد كده بصفة مستمرة ومش هيحصل الظروف دي، بندعي يعني ربنا ما يحصلش الظروف دي تاني. ألف مبروك لمنتخب مصر اللي النهاردة عمل الطبيعي، عمل اللي المفروض يتعمل، على الرغم من ان المفروض المنتخب كان يكسب 15-0 لكن كسب 6 ويعني بنقول كويس، لكن مش ده معناه ان المنتخب هو اقوى منتخب في الوجود، ولا احنا عندنا منتخب عالمي زي ما بعض المحللين طلعوا قالوا. ولا راي حضرتك ايه يا كابتن خالد؟ والله يا كابتن عمرو، الاول طبعا بنقول مبروك، فوز محترم، منافس، برضه منافس محترم ودوله محترمه، لكن نحب ناكد كلامك. هو منافس محترم لكن لا يفقه شيء في الكوره. نحب ناكد كلامك بايه؟ القيمه التسويقيه لمنتخب مصر حوالي 129 او 130 مليون دولار. القيمه التسويقيه لمنتخب جيبوتي يا كابتن عمرو 225 ألف دولار. 1000 دولار. 1000 دولار. هو طبعا بغض النظر عن ان القيمه التسويقيه اللي كابتن خالد بيقول لنا عليها دلوقتي دي 3/4 محمد صلاح. الله ينور عليك. يعني خلينا نقول لكن بس يعني معلش يا كابتن عمرو، الراجل جاب 4 اجوان ولعب ماتش حلو وضيع 3-4 اجوان كمان. هو لعب ماتش يعني خلينا نبقى متفقين ان النهارده صلاح لعب ماتش جميل جدا، بس برضه احنا بنلعب جيبوتي، فالماتش اللي جاي اللي فيها اساسا حوالي مثلا 3-4 لعيبه من ارتا سولار او يمكن اكتر. يعني احنا تقريبا كان منتخب ارتا سولار بيلعب. اللي انا عايز اقوله يا كابتن خالد ان اللي حصل النهارده مبسوطين بيه، مبسوطين بيه. اعداد نقول كويس كاعداد، حصه تدريبيه نقول حصه تدريبيه. ولا احنا فرحانين بيه بمنتهى الامانه. ال3 نقط عشان تصفيات كاس العالم. كاس العالم وكأن اتحاد الكوره يا كابتن خالد بيه صالحنا. بصوا يا رجاله، انتوا السنغال وكنتوا زعلانين والحكم بس الماتش، بس برضه الفريق يعني خلينا نقول كلمه حق، بدا بضغط متقدم كويس جدا جدا. وانت مش عايز تبدا بضغط متقدم؟ طبعا هم ما وصلوش الجون عندنا. يعني على فكره عدد التسديدات يا جماعه من فرقه جيبوتي على الشناوي 2. انا ما شفتش منهم اصلا الشناوي. انا ما شفتش الشناوي يا كابتن عمرو. ومنهم واحده من الكعب اللي انتوا شفتوها ديت، اللي الشناوي كان واقف مستنيه عامل له كده، قال له العب يا حبيبي. تعالى الحقه يا ضنايا. هو كده بالظبط. شوطين يا كابتن عمرو في الماتش كله هنحسبهم شوطه. يعني في واحده راحت كده باصه للشناوي اللي احنا قلنا دي هتتحسب شوطه في الجول، والشوطه الثانيه اللي بالكعب اللي انت بتقول عليها بالظبط. طيب، وعلى الرغم من كده، وعلى الرغم من ان زيزو يا كابتن خالد شارك كاول يعني من اول الماتشات اللي زيزو شارك من اول الماتش. يا كابتن صح، بغض النظر عن ان النهارده يمكن هو مش في مستواه وعمل كام لعبه جميله، لكن المركز اللي هو بيلعب فيه يعني مخلينا مش شايفين زيزو مش شايفين المركز فيه بتاعه ناحيه الشمال، وبيسند مع الوينج الشمال. طيب، في الوقت يعني المفروض ان هو رامي عمر مرموش ناحيه الشمال بالظبط، بيسند مع فتوح ناحيه الشمال. طيب، رميت زيزو فين بقى؟ طب على اليمين عندك عمر كمال ومحمد صلاح. زيزو بقى كان بيلعب فين؟ انا عايز اعرف. يعني مركز زيزو فين؟ تحت رصيد الحربه؟ وهل ده تحت رصيد الحربه؟ هل ده مركز زيزو ولا مش مركز زيزو؟ عشان بس نبقى احنا فاهمين. يعني احنا عايزين نسال. انا دلوقتي عايز اسال سؤال. احنا دلوقتي عندنا النني وعندنا مروان عطيه، دول طبعا معلش برضه عشان ما نتوهش، الدفاع عندنا لم يختبر في الماتش. يعني ما جاش هجمه واحده تبين المدافعين دول تمام مش تمام. اول مره بيلعبوا في حياتهم مع بعض. يعني واحد من بيراميدز وواحد من الزمالك وواحد من فيوتشر. يعني واحد من فيوتشر وواحد من الاهلي اللي هو عبد المنعم. بص يا كابتن خالد، اللي انا عايز اقوله احنا دلوقتي لا هو احمد سامي من اللعيبه كويسه، وطبعا انت عندك فتوح. يعني احنا مش بنشكك في كفاءته. خلينا نقول ان هم النهارده يعني ما حصلش اختبار ليهم خليني اقول هم متسلمين ولا غير متسلمين. طلع بعد كده هو محمد عبد المنعم ونزل علي بكر الشوط الثاني، قال لك علشان الاثنين بيلعبوا مع بعض في بيراميدز فيبقوا متسلمين ويزيد الانسجام. ماشي، ويكون يعني بنتمنى يكون هو ده السبب وما يكونش السبب هو مثلا اصابه محمد عبد المنعم او حاجه. نتمنى. ده رجعنا تاني اللي كنت بقول لك يا كابتن خالد،
احنا عندنا عندك حمدي فتحي سوري، عندك النني وعندك مروان عطيه، دول الارتكاز. ده قدامهم المفروض في زيزو. بالظبط. مظبوط كده. يبقى المفروض ان زيزو راس مثلث مقلوب لمين؟ بالظبط. بيلعب المفروض في مركز صانع الالعاب يعني. طيب وعندك مصطفى محمد قدام وصلاح ومرموش. تمام. انا شايف وجهه نظري الشخصيه ان زيزو يرحب ناحيه مرموش. يعني زيزو يبقى ناحيه مرموش ومرموش ما يبداش، لان مرموش اناني جدا. ولا انت رايك يا كابتن؟ بص، هو مرموش بصراحه لعيب بس اناني، مستواه يعني عامل كده. لا هو اناني يا كابتن، هو اناني جدا، يعني عايز كل ماتش يشوط. يعني النهارده ما كانش وحش، لكن في ماتشات تانية عنده مشكله فيها في اللمسه الاخيره. انا مش هنسى الكلمه بتاعتك برضه وانت بتتفرج على الماتشات، يعني دايما بتقول عنده مشكله في اللمسه الاخيره. بس لمسه الاخيره لان هو عاوز يجيب جول. انا عاوز، طب ما تريزيجيه كان عايز يجيب جول بس ركز. خلينا نقول برضه ان دوت يعني شغله المدير الفني. يعني لو المدير الفني قوم العيوب اللي في اللاعب، اعتقد هيكون مفيد جدا جدا جدا. والله دي وجهه نظر انا كمان يا كابتن خالد، بس اللي عايزين نقوله بقى ان ما ننساش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات من حبايبنا والحبشتكنات، صحيح عشان دي مهمه بالنسبه لنا كلنا، من حبايبنا الاهلاويه والمصراويه. وزي ما منتخب مصر روق علينا النهارده وعلينا النهارده، يا ريت تروقوا علينا بلايكات وشيرات وحبشتكنات، ونعوض الكام يوم اللي احنا ما ظهرناش معاكم فيهم، فنعوض مع بعض. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر باذن الله. بالظبط مباراة سيراليون يا رب، لان مباراه بوركينا فاسو مش سهله. بالظبط. يعني علشان بس نبقى يا متفقين جماعه، مع بعض. عندنا كابتن عم 12 نقطه سهلين. لا 12 نقطه سهلين، لكن مباراه بوركينا فاسو ذهابا وايابا هي ليست سهله، لانه منتخب الاختبار الحقيقي، منتخب حلو جدا، منتخب يعني الاختبار ممكن الوحيد يبقى ند. لو ما لعبناش معاه واحترمناه بشكل قوي جدا هيبقى ند قوي لينا. طيب دي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين، كنا بنقول كمان ان الاتحاد الافريقي بيصالح منتخب مصر يا كابتن خالد بسبب ان اللي حصل ساعه السنغال. بالظبط. فاحنا شايفين ان الاتحاد الافريقي مدينا مجموعه، يعني مجموعه سكر، وقال لنا بقى ايه، يعني انا كده عملت معاكم فوق الصح، الدور والباقي عليه تصير. انا كده عملت، يعني لو ما دخلتوش كاس العالم بعد كده يبقوا فعلا انتوا لا تستحقوا تخشوا. ما هو لما احنا ما نخشش كاس العالم واحنا معانا المجموعه دي، فاهم يا مستر فيكتوريا، فاهم الموضوع ده ولا مش فاهم؟ لازم. كابتن عمرو بيتكلم في موضوع مهم جدا دلوقتي. يعني انت معاك مجموعه ما يصحش ما تخشش معاها كاس العالم تحت اي ظرف، ما يصحش ما ما تتصدرش، يصحش يخسر ماتش، ما يصحش طبعا. يعني دلوقتي احنا كسبنا جيبوتي هنا اهو 6، تروح هناك تكسبهم لي 1 ولا مثلا تتعادل 1-1 ولا حاجه زي كده، تبقى مصيبه. ده اقل واجب تكسبهم هناك 2.5 2.5 3 4 مش عارف ايه 2.5 اللي كنتوا مش عارف. عفوا يا جماعه، بقول لك 2.5 يعني بص انت خرجتني على شعوري، ده ما ينفعش والله. 2.5. المهم يعني على الاقل نكسب هناك زي ما كنا بنقول 3. يعني انا بتكلم بجد والله، مش معنى ان احنا مثلا هنلاعب جيبوتي وجيبوتي يبقى مثلا نروح مثلا نتعادل 1-1 ولا 2-2 ولا 1.5 1.5 كده. يعني الصراحه خلينا بقى نطلع من المنتخب بعد ما باركنا له وبنبارك له تاني ونتمنى له التوفيق ان شاء الله في المشوار بتاعه. وبنقول انه نستمر على هذا، ويا رب محمد صلاح يفضل دايما مفيد بالشكل ده. طبعا كل ده مني يا كابتن خالد. النني عمل ماتش رائع. تحياتنا للنني، تحياتنا جدا ليه، ونتمنى يفضل على هذا المستوى وهذه الرؤى، يعني بيباصي وبيباصي ان بتوين وبتاع. يا ريت نشوف كده على طول منك يا نني، ده اللعب فعلا كده نقول الراجل ده بيلعب. عايزين بقى يا كابتن عمرو نخش على اتحاد الكوره بكام سؤال كده ورا بعض. اتفضل يا كابتن. رقم 1، هو ليه التعنت في ان محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ما يلبس رقم 1؟ لا ده مش من اتحاد الكوره، انا هفهمك. الموضوع مش من اتحاد الكوره يا كابتن خالد، الموضوع ان محمد الشناوي في المنتخب اقدم من احمد الشناوي. فقال لك ايه؟ قال لك لا انا اقدم، يعني انا خدوني في المنتخب قبل، فبما انه انا اللي اقدم يبقى انا اللي البس رقم 1، سواء بقى انا ما كنتش باجي او جيت
المهم ان انا كنت باجي قبل المنتخب قبل ما احمد الشناوي يخش. بص هو ده تصرف عادي، لكن مع كامل الاحترام ده متواضع لله رفعك. بمعنى انت راجل ما بتشاركش وشايف الراجل دوت احسن حارس مرمى في افريقيا، اللي انت عملته ده هو حارس مرمى نادي بيراميدز صح؟ احنا جايين له بقى. بس ده لا ينم الا عن عدم ثقتك في نفسك وعدم ثقتك او غيره من احمد الشناوي. طبعا. فمع كامل الاحترام ده اوعى تفكر ان ده معناه ان انت بطل او انت الحارس مصر الاول اطلاقا. هو الموضوع تقريبا يا كابتن عمرو ارضاء نفسي ما بين بيراميدز وما بين الاهلي، وتعالى للموضوع بقى. تقول انت بقى يا كابتن. نبدا الموضوع يا جماعه. نفتكر ان الدوري بتاع 2021 2022 كان الاهلي مفروض في الدور الاول في المركز الثاني، والزمالك في المركز الاول بالظبط، بيراميدز في المركز الثالث، فيوتشر في المركز الرابع. بالظبط، الله ينور عليك. طيب الاتحاد الافريقي بعت للنادي للاتحاد الكوره المصري قال لهم انتوا متاخرين جدا في ارسال الفرق اللي المفروض، لان احنا كان عندنا مشكله في الدوري وتاخير في الدوري. كويس تمام. فبسبب التاخير اللي كان عندنا قالوا لهم احنا محتاجين الثلاث فرق او الاربع فرق اللي هيشتركوا في بطولات افريقيا. بالظبط. تمام، سواء الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا. وبناء عليه الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري، الاتحاد الكره المصري الله ينور عليك، اخطر كل الفرق المصريه بان هو هيبعت حاليا الترتيب ده هيتبعت لمين؟ للاتحاد الافريقي. ركزوا في ترتيب الاحداث. وتمت الموافقه يا كابتن عمرو من كل الانديه، جميع الانديه على القرار تمام بانهم يتخذوا الفرق بتاعت الدور الاول وترتيبها. بالظبط. فبقى عندنا الزمالك في المركز الاول ومشارك في بطوله افريقيا. الله ينور عليك. تمام. الاهلي في المركز الثاني ومشارك في بطوله افريقيا. بيراميدز في المركز الثالث ومشارك في الكونفدراليه. فيوتشر في المركز ومشارك برضه مع بيراميدز في الكونفدراليه. حلو جدا جدا جدا. تمام. وربنا كرمنا ودخلنا البطوله. لا قبل ما نخش البطوله كمل لهم بقى، دخلنا الدور الثاني. الله ينور عليك. بس انا كنت عايز يعني ما تطرقش دلوقتي للدوري، انا هرجع تاني للدوري. طيب دخلنا بطوله افريقيا. تمام. وخدنا الحمد لله البطوله. تمام. وبقت البطوله عند نادي مصر. الله ينور عليك. اللي هو نادي الاهلي. الله ينور عليك. بطوله كاس افريقيا بقت عند النادي الاهلي المصري. الله ينور عليك. تمام. كمل. لو لم توافق الانديه على القرار اللي جاي من الاتحاد الافريقي، كويس، تمام، هيبقى عندنا مش نادي واحد مظلوم، ناديين. اصل في الحته دي يا كابتن خالد مفيش لا توافق ولا ما توافقش. هي وافقت خلاص يا كابتن عمرو، بس هي وافقت بقى. بس انا عايز اقول لحضرتك ان توافق او ما توافقش دي مش قصه الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي بيبعت للاتحاد المصري بيقول له حضرتك ابعت لنا الفرق المشاركه. الله ينور عليك حضرتك، لان الدوري عندنا جدول الدوري عندنا ضايع، وجدول المسابقات عندنا في الضياع اخر، والماتشات عندنا بتخلص بقى يعني، والدوري عندنا بيخلص بعد ما الدوريات العالميه كلها بتخلص، ويناموا ويشربوا وياكلوا وياخدوا راحه وكل الكلام ده واحنا لسه بنلعب. تمام. فبناء على ده عندنا تاخير. الله ينور عليك. العالم كله مش هيستنانا يا كابتن خالد. بالظبط. فالاتحاد الافريقي بقى قال يا اخوانا اصل انا عندي يعني انا عندي بطولات بالظبط، ما انا مش بلعب هنا وخلاص. اكيد. فانا ابعتوا لي اللي هيشارك. طب لو ما بعتوليش انتوا بره. الله ينور عليك. فبناء عليه خلاص الحمد لله الاهلي خد البطوله وربنا كرمه وعمل الشيء اللي مش متوقع. الحمد لله. حلو. الدوري المصري لما كمل بقى في المركز الاول الزمالك، في المركز الثاني بيراميدز، في المركز الثالث النادي الاهلي، في المركز الرابع طلائع الجيش. ما بقاش فيوتشر. تمام. فيوتشر ما بقاش المركز الرابع، على الرغم انه في الله ينور عليك. الاول اي ساعه ما بعت الجواب وبعتت الفرق كان فيوتشر في المركز الرابع، ولم يشارك طلائع الجيش في بطوله الكونفدراليه. بالظبط. تمام. واللي شارك في الكونفدراليه هو مين؟ اللي اتبعت باسمه جواب في الدور الاول، اللي هو مين؟ اللي هو نادي فيوتشر.
بالظبط يا كابتن عمرو. لما نيجي بقى نقيس الكلام ده يا كابتن خالد، نكمل بس الموضوع. اتفضل. نكمل الموضوع. فتوجه نادي بيراميدز بشكوى، هما مشي في التسلسل مظبوط، حلو جدا. توجه بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم. طبعا. يقول له انا مظلوم، انا طلعت تاني في الدوري. المركز الثاني، الاهلي دخل بطولة افريقيا وخد البطولة، انا المفروض انا اللي كنت اخش البطولة دي. طبعا الاتحاد المصري قال له ماما في العش والمطار، قال له طلبك مرفوض. بالظبط. وطبعا لم يتوجه طلائع الجيش بأي شكل. لم يتوجه نادي طلائع الجيش بأي شكل، لانه نادي يا كابتن خالد مش اسمه. الله ينور عليك. في فرق ما بين النادي الله ينور وما بين واحد رئيس مدورها، يعني معاه فلوس، جايب شويه بني ادمين مدورين الدنيا فعايزين يعملوا شغل. الله ينور عليك. ففي فرق ما بين النادي الاداري اللي بيفهم والنادي بتاع الشغل. فالمهم نادي بيراميدز توجه بشكوى للاتحاد الافريقي، فبرضه الاتحاد الافريقي قال له باي باي. الله ينور عليك. معاك المحكمه الدوليه، معاك ربنا. المحكمه الدوليه الرياضيه. تمام. فتوجه بشكوى في وانا هسيبه وراه. بالظبط، انا لازم اعمل استئناف. طبعا حق. واتقبل طلب الاستئناف، لكن مع الاسف تم على شؤون رفضه برضه من المحكمه الرياضيه الدوليه، وتم تحميله جميع التكاليف والمصاريف. خلينا نقول يعني دقيقتين. تم تحميله 80% من المصاريف و20% مش على الاهلي، على الاتحاد المصري. ده بالنسبه للموضوع. كابتن عمرو بقى عايز اكمل لكم بقى حاجه مهمه جدا. ازاي بس نادي مصري مش قابل ان اخوه نادي تاني بعد خلاص ما خد البطوله؟ ده مش بس كده، انت اعتراضك ما بقاش ليه لازمه. ده مش بس كده، خلينا نقول الموضوع ببساطه وفي عجاله علشان وقت الحلقه وعشان نقفل وننهي. الموضوع ببساطه، النادي الاهلي في الدور الثاني طبعا كلنا شفنا ان مستوى الفريق والاجهاد البدني والعضلي والاصابات والكلام ده كله، فراح مريح اللعيبه يا كابتن خالد. انا كده داخل افريقيا، انا قلقان؟ لا طبعا. انا مش قلقان، انا داخل افريقيا. فبما اني داخل افريقيا انا مش محتاج الدوري، انا كده الدوري كان في الوقت ده في المركز الثاني في الدوري ساعة ما بدأ يريح الشباب، يريح الفرق وينزل الشباب. داخل افريقيا، انا داخل افريقيا وكده مركز تاني من تالت، ما فرقتش معايا كتير، يعني زي ما بيقولوا في الابناء سينا من سونيا، ما فرقتش. انا كده بلعب على الاول، وانا نادي بتاع الدوري ده بتاعي، وانا في الاول، انا المركز الاول، فبقيت تاني خلاص. انا الموضوع معايا مش مرضي، يعني معادي كده، تمام. فنزل الاستاف الثاني وبناء عليه بقى المركز الثالث. جه بيراميدز قال لك ايه؟ قال لك يا سلام، ازاي؟ ما يحصلش ابدا، مش هسيبك. طب يا بيراميدز يا جميل، هو لو كان الاهلي مش عارف ان هو يلعب في افريقيا، ولو ما كانش اتبعت الجواب والاهلي تمام وخلاص ضن انا هلعب في افريقيا، كان هيلعب بالصف الثاني ولا كان هيكمل بنفس الشراسه وانت ساعتها مش هتشمها؟ اكيد طبعا. كان هيحصل ايه؟ بس عشان ما نقعدش نهري وخلاص. كان هيكمل طبعا. طيب دي النقطه الاساسيه، ودي بنتكلم في النقطه الايه اللي بالقانون. تعالى بقى ما تنساش ان احنا ساعتها كنا في رحله بحث عن مدير فني. بالظبط طبعا. تعالى بقى نتكلم في النقطه الاخلاقيه. دلوقتي اللي اخذ البطوله نادي مصري، خد خلاص البطوله، مش دخل يشارك فيها وخلصت وانتهت، وبناء عليه لعب كاس عالم للانديه وخد تصنيف، وتصنيفه اختلف عالميا. ركز بس معايا يا اداري بتاع بيراميدز يا جميل يا مصري. هل لما حضرتك هنفترض مع بعض انك انت المحكمه حكمت لك في الوقت ده، يتسحب الكلام ده كله من مين؟ مش هيجي لك انت، ما هو مش انت اللي هتبقى خدت البطوله في الاخر، هيبقى المركز الثاني اللي كان مع النادي الاهلي هو البطل. ايوه بالظبط، من حق النادي الوداد يقول لك انا اللي بصفي مع الاهلي، انا اللي من حقي ان اخد البطوله. واللي انت بتقول عليه ده هنفترض مع بعض بقى ان انت جدلا يعني على حق. هل تتخيل ان الاتحاد الافريقي هيطلع نفسه غلط والفيفا هتطلع نفسها غلط ويبوظوا بطوله كاس عالم للانديه كامله عنك، وانت امضتك يعني اللي موجوده بالموافقه على الدور الاول، كل ده يبقى غلط وانتوا صح. ويقول لك محمد
محامي سويسري مش عارف محامي ايه وبتاع خلي المحامي السويسري ينزل يشتغل عند عم بحة. عم بحة بيدي كبده زي الفل، ينزل يشتغل مع عم بحة. واللي بيشتغل عندكم في الاداره يا ريت يفرش الترابيزات عند عم بحة عشان نروح هناك دايما نشوفه واحنا بناكل. الله ينور عليك يا كابتن عمرو. قبل ما نقفل الحلقه احب انصح اداره نادي بيراميدز بشراء جمهور، ودي الدفعه الوحيده اللي بيراميدز صح مش يعملوا كده ومش عارفين يجيبوا بره، مش موجوده عليها. ياخدوا منهم الفلوس ويجروا. حاولوا تشتروا انتمائهم وانتوا بتشتروهم عشان مش هتعرفوا. عشان انا باخد منك الجرشينات اكتب لك اللي انت عايزه على الفيسبوك. الله ينور عليك. بس اللي هنا هو ما تغيرش. ايوه بالظبط. انا اتربيت يا اهلاوي يا زملكاوي يا اسماعيلاوي، يعني الا لو انا عايش بقى في المحله او عايش في مش عارف ايه فببقى محلاوي او مصري. اسكندريه فانا اتحداوي، انا بورسعيد فانا مصراوي. طب رغم ان اللي بورسعيد ومصراوي لانه يا اهلاوي يا زملكاوي برضه. بصوا بقى متخيل. لكن بيراميدزاوي دي وهي حتى مش جايه. فانا كنت سمعت ان حضراتكم هتصفوا وتتكلوا على الله، فايه المانع ان انتوا تصفوا وتجيبوا عم بحة يعمل المكان كله كسياحه للسنين وناكل كلنا مع بعض. يعني انا شايف ان الموضوع هيبقى افضل من شغلكم كاداريين، لان انتوا مش نافعين كاداريين ولا مصريين بصراحه. ولا ايه رايك؟ ومن هنا بالظبط نحب نشكر جمهورنا العظيم، وما ننساش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات والحشتكنات المهمه جدا بالنسبه لكلنا كاهلاويه والترويق علينا. وخلوا بالكم من نفسكم علشان احنا بنحبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.